اول حاجه ان هو لحظه لعب الكره الهدف ما فيهوش اي تسلل. لكن تعال نشوف مع بعض بدايه اللعبه. بدايه اللعبه هنا في مخالفه على لاعب مودرن مع لاعبي النادي الاهلي. يعني هنا الفار كان لازم يراجع اللعبه من بدايتها. هنا في التحام بالقدم زي ما احنا مش شايفين مع بعض. ما ينفعش تراجع اللعبه وتشوفها هل في تسلل ولا لا، وهو قبل التسلل في خطا. اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا خطا لصالح لاعبي النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي في التحام بالقدم، وطبعا هنا الاتهام موجود، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا خطا على لاعب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد، وطبعا هنا استخدام اليد موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا خطا لصالح لاعبي النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا برضو الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا في التحام بقوه مع لاعبي النادي الاهلي. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي لاعب مودرن بيستخدم اليد وما لعبش على الكوره، هو حط جسمه قدام لاعبي النادي الاهلي. هنا كان لازم الحكم يحسب مخالفه، لكن هنا الحكم ما حسبش اي حاجه، وطبعا قرار الحكم قرار خطا. نروح للحاله اللي بعديها. وهنا لاعبي النادي الاهلي كان بيطلب ضربه جزاء. نشوف مع بعض هل في التحام ولا لا. اول حاجه ان هو لعيب مودرن ما لعبش على الكوره وعمل التحام في ظهر لاعبي النادي الاهلي زي ما احنا ما شايفين مع بعض، وطبعا هنا ما عندوش اي فرصه يلعب الكوره زي ما احنا ما شايفين مع بعض. لعيب مودرن في ظهر لعيب النادي الاهلي واستخدم جسمه ان هو يعمل دفعه في ظهر اللاعب. طيب اللي هيقول لك ان هنا التحام طبيعي ودفعه طبيعيه، عايز اقول لك هو الحكم اللعبه دي حسبها فاول على لعيب النادي الاهلي، وهنا برده لعيب الاهلي ما استخدمش اي حاجه، لكن الحكم شاف ان في دفعه في ظهر لعيب مودرن وحسب مخالفه على لعيب النادي الاهلي. يعني هو الحكم في نفس المباراه حسب اللعبه دي فاول، وشاف ان اللعبه دي التحام طبيعي. طبعا هنا قرار خطا من الحكم. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا خطا على لاعب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي في تدخل بقوه. هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا خطا لصالح لاعبي النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم. هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا خطا على لاعب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد، وطبعا هنا استخدام اليد موجود والمخالفه صحيحه. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا برضو خطا على لاعب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي في لمسه يد واللاعب هنا مكبر حجم الجسم. هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها. وهنا في التحام من لاعب مودرن على قدم لاعب النادي الاهلي. الطبيعي ان الحكم يحسب المخالفه، لكن هنا الحكم ما حسبش حاجه في اللعبه ديت وشاف ان هو تدخل طبيعي، مع ان لاعب مودرن ما لعبش الكوره. يعني الكوره عدته. التدخل الطبيعي او ان هو بيلعب على الكوره لما يقطع الكوره، لكن لما ما يقطعش الكوره ويعمل التحام لازم يبقى فيه مخالفه، لكن هنا الحكم ما حسبش حاجه في اللعبه دي. نروح للحلقه اللي بعديها، والحلقه دي مهمه جدا وهو الهدف الاول لفريق مودرن. ونشوف مع بعض اول حاجه ان هو لحظه لعب الكوره الهدف ما فيهوش اي تسلل. لكن تعال نشوف مع بعض بدايه اللعبه. بدايه اللعبه هنا في مخالفه على لاعب مودرن مع لاعبي النادي الاهلي. يعني هنا الفار كان لازم يراجع اللعبه من بدايتها. هنا في التحام بالقدم زي ما احنا شايفين مع بعض. ما ينفعش تراجع اللعبه وتشوفها هل في تسلل ولا لا، وهو قبل التسلل في خطا. طبعا هنا خطا كبير جدا من حكم الفار. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا خطا على لاعب مودرن. هنشوف مع بعض هتلاقي في استخدام باليد. هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا برضو في تدخل بقوه على قدم لاعبي النادي الاهلي. هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه الاخيره. وهنا لاعبي النادي الاهلي كان بيطلب ضربه جزاء. لما نشوف مع بعض هتلاقي لاعب مودرن ماسك لاعبي النادي الاهلي زي ما احنا شايفين مع بعض. فين بقى الفار في لعبه زي ديت؟ يعني هنا اللاعب ماسك لاعبي النادي الاهلي وبيشده وبيقع بيه. الحكم ما حسبش حاجه. يعني طب الفار فين؟ صراحه يعني هنا اخطاء من الفار كبيره جدا اثرت على نتيجه المباراه. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه النادي الاهلي وفريق مودرن سبورت. شكرا.